بيبدأ الفيلم في القصر الملكي بعد ما الحاكم اتمكن منه المرض، وبتجتمع الأسرة الملكية عنده عشان يعرفوا الحاكم الجديد. فبيقول لهم الحاكم انه عايز ابنه، وده بيكون المعروف عنه انه مات من زمان. فبيرد راد وبيقول له ان ابنه مات اثناء الولادة، وانه لازم يختار وريث من اللي موجودين هنا. وبيتدخل ادوارد هو كمان وبيأكد على كلامه. فبيسكت الحاكم شوية وبيقول راد لادوارد انه عايز يتكلم معاه. فبيروح عند البلكونة وبيعرض راد على ادوارد انهم يتحالفوا بما انهم هم الوحيدين المرشحين للحكم. لكن ادوارد بيرفض وبيقول له انه شخص اناني وبخيل وشرير. فبيكمل راد وبيقول له نسيت تقولوا عديم الرحمة كمان. فبيقول له راد انه فعلا عديم الرحمة، وبيزقه من البلكونة. فبيقع وبيموت، وبينادي على باقي الاسرة وبيقول لهم انه وقع بالغلط، وبيحاول يبين انه حزين عليه. وبنروح لساحرة اسمها هيلين بعد ما شافت اللي حصل في الكرة السحرية بتاعتها. فبتضحك بهستيريا وبتوعده انها تخليه الحاكم. وبنروح للقرية مع بنت جميلة اسمها بيل، واللي بتكون شغلتها انها تغسل هدوم اهل القرية. وبتقول لها امها ان الغسيل ريحته وحشة. فبتقول لها بيل انها بتحاول تعمل خليط هيخلي ريحة الغسيل حلوة. وفي اثناء كلامهم بيدخل عليهم دكتور سارين وبيسأل بيل عن اللي بتعمله. فبتقول له انها بتعمل خليط جديد، وبتحط بيل الخليط في كيس وبتقفله. وفي اثناء كلامهم بينفجر الخليط وبيعمل دخان كتير في المكان. فبتقول بيل انها تخرج تجيب اعشاب جديدة. وبنروح للسحارة مرة تانية، واللي بيبان انها بتعمل تعويذة لاستدعاء مخلوق غريب. وبيبدأ المخلوق يتجسد قدامها. وفي حتة تانية بتكون بيل وصلت للغابة، وفجأة بيهجم عليها حيوان مفترس، لكن بيتم انقاذها في اخر لحظة من شخص مجهول. فبتروح عشان تشوف مين اللي انقذها. وبمجرد ما بتقرب بتشوف قدامها وحش. فبتتخض جدا وبتسأله هو مين. فبيوجه الوحش سلاحه عليها وبيضرب جنبها. فبتخاف بيل جدا وبتهرب من المكان. وبنروح لراد بعد ما وصل الغابة، وبيكون بيتكلم مع قائد الحرس. وفي اثناء كلامهم بتظهر الساحرة. فبيسألها راد عن سبب وجودها هنا. فبتقول له انها هنا عشان تخليه الحاكم. وبتكمل وبتقول انها معجبة بالطريقة اللي اتعامل بها مع ادوارد. فبيرد راد وبيقول لها ان اللي حصل لادوارد مش اكتر من حادثة مؤسفة وهو ملوش دخل بيها. فبترد وبتقول له انها عندها طريقة بتشوف بيها اللي بيحصل، فمفيش داعي للانكار. فبيقول لها انه نسي انها اتعلمت السحر. فبترد بنبرة كلها انتصار وبتقول له انها بالسحر ده تقدر تخليه الحاكم الجديد. فبيسألها عن اللي هتستفاده لما تعمل كده. فبترد وبتقول له انها حابة تكون على العرش معاه. وبتسأله لو هي جميلة. فبيقول لها راد انها يمكن جميلة من بره لكن قلبها اسود. فبتقول له انه لو عايز يكون ملك بجد هيحتاج لقلبها الاسود. فبيقول لها انه يقدر يكون ملك من غير مساعدتها. فبترد وبتقول له انه مش هيقدر لان عندها حاجة هتدمر كل احلامه من غيرها. وبتعرض عليه يفكر في عرضها وبتختفي من المكان. فبيكمل راد في طريقه لحد ما بيقابل بيل، وبتقول له على الوحش وبتطلب منه المساعدة. لكن راد بيتريق عليها وما بيصدقهاش. فبيقول له قائد الحرس انه لو الوحش ده طلع حقيقي بجد وقدر يقتله وياخده للناس ساعتها هيكبر في نظرهم ويخلوه الملك. فبيؤمر راد الحراس انهم يدوروا على الوحش، وبياخد بيل معاه. وفي الطريق بيحاول يلطف معاها. فبتضربه بيل بدماغها وبتنزل من على الحصان. وفجأة بيشوف واحد من الحراس راجع من غير دماغه. فبيسيب بيل وبياخد بقى الحراس وبيمشي ورا الآثار لحد ما بيوصلوا القرية. وهناك بيشوفوا الوحش فوق بيت الطبيب. فبتخرج كل الناس اللي جوه، وبيؤمر راد الحراس انهم يدخلوا. وتوصل بيل القرية وبتلاقي آتو، وده بيكون رئيس الحكومة. فبتسأله عن اللي بيحصل. فبيقول لها انهم هيقتلوا الوحش. فبتقول له ان دي حاجة كويسة. فبيقول لها ان الوحش ما بيأذيش حد. فبترد وبتقول له انها شافت الوحش وهو بيقتل واحد في الغابة. فبيستغرب جدا وبيسألها ان كانت شافت الوحش بعينها وهو بيعمل كده. فبتقول له لا، لكنها شافت الراجل. وفجأة بيقتل الوحش الطبيب قدامهم وبيرميه من الشباك. فبيضرب الحراس الأسهم عليه من الشباك وبيدخلوا لكنهم ما بيلاقوش الوحش. وبيشوفوه وهو بيهرب فبيطردوا الحراس. وبتروح بيل مع مدير الشرطة لبيته ده بعد ما لاحظت انه تعبان. فبيكرر نفس الكلام وبيقول لها ان الوحش ما بيأذيش حد وانه بس اكيد جعان. وبيديها خريطة وبيقول لها توصل للرسالة دي. وبتوصل بيل لبيت شكله غريب في الغابة، وبيتقابل الوحش وبنعرف انه مدير الشرطة كان بيأكله طول الفترة دي. وفي اثناء كلامهم بيوصل الحراس للبيت وبيسمع الوحش صوتهم. فبيشك ان بيل هي اللي جابتهم وراها وبيحبسها. وبيطلع بره وهناك بيلاقي وحش تاني خلص على كل الحراس. ولما بيشوف الوحش اللي خلص على الحراس بيهرب فورا من المكان ده في الوقت اللي بتوصل فيه بيل بعد ما هربت من السجن وبتشوف المنظر. فبيقول لها الوحش انه ما عملش كده وانه ما بيقتلش الا الحيوانات بالاسهم بس عشان ياكلها. فبتصدقوا بيل وبيدخلوا جوه. وبتسأله بيل عن السبب اللي خلاه يضرب عليها الاسهم في الغابة. فبيقول لها لانه ما كانش عايزها تشوفه بالمنظر ده. فبتتعاطف بيل معاه اكتر وبتثق فيه.
فيه، وبتقول له انه لازم يهرب من المكان لانهم اكيد عرفوا مكانه وهيبعتوا جنود تاني اكتر، وبتسيبه وبتمشي. وفي الطريق بيقابلها جندي وبياخدها على القصر، وهناك بيسألها رد مع الساحرة عن سبب وجودها في الغابة، فبترفض بيل انها ترد، وبتنيمها الساحرة وبتشوف افكارها، وبتتخض جدا لما بتشوف الوحش، وبتؤمر الحراس انهم يودوا بيل للسجن. فبيسألها رد هي اتخضت كده ليه، فبتقول له عن اللي حصل، وبنعرف ان الوحش هو ابن الحاكم الحقيقي اللي اتولد مشوه زمان. فقرر الحاكم يتخلص منه وامر مدير الشرطة انه يخلص عليه، لكن مدير الشرطة رفض يعمل كده. وبتكمل وبتقول انها كانت فاكرة انه مات من زمان وانهم لازم يتخلصوا منه في اسرع وقت. وبنروح لبيل بعد ما قدرت تهرب من القصر، وبنشوف الساحرة وهي بتتصل بالوحش بسحرها عشان توقعه في الفخ، وبتقول له انه بيل في خطر ولازم يروح عشان ينقذها. فبيتخض الوحش جدا وبيتحرك على بيت بيل، وهناك بيكون وحش السحرة فوق بيت بيل، وبيحاول الوحش يدخل البيت عشان ينقذها، لكن ام بيل بتخاف منه جدا وبتقفل الباب. ده في نفس الوقت اللي بينزل فيه وحش السحرة من السقف وبيقتل ام بيل، وبتنجح خطة السحرة وبيتم القبض على الوحش متلبس في قتل ام بيل. وبيكون راد عايز يخلص على الوحش في وقتها، لكن مدير الشرطة بيتدخل وبيقول له انه ما ينفعش يقتله بدون محاكمة لانه كده بيكون بيخالف القوانين. وبتوصل بيل وبتحزن جدا على والدتها، وبتنهار لما بتشوف الوحش اللي وثقت فيه مقبوض عليه بتهمة قتل امها. فبيهديها قاتو وبيقول لها على كل حاجة، وان هو اللي ربى الوحش بعد ما الساحرة القت عليه لعنة وخلته قبيح. فقرر الحاكم التخلص منه، لكن برغم كده ما قدرتش اقتل الطفل، واعتنيت بيه لحد ما كبر ومتأكد انه مستحيل يعمل كده. فبتسأله بيل لو الوحش يعرف الكلام ده، فبيقول لها انه ما يعرفش. وتاني يوم بياخدها وبيروح على مكان سجن الوحش، فبيرفض مدير الحرس انه يدخلهم في الاول، لكن اتو بيتدخل وبيقول له انه مدير الشرطة وانه عارف القوانين كويس وما ينفعش يوقفه. وبيدخلوا اول ما الوحش بيشوف بيل بيقول لها انه ما قتلش والدتها، فبتقول له انها عارفة وان اتو حكى لها على كل حاجة، وبتقول له ان هو الوريث الوحيد للحكم وانه المفروض دلوقتي يكون في القصر. فبيقول لها الوحش ان الكلام ده محدش يعرفه غيرها هي واتو، وبالتالي اكيد محدش هيصدقه. وبتجرب بيل تبوسه يمكن اللعنة تتفك، لكن برضه اللعنة ما بتتفكش. ده في الوقت اللي بتشوفهم فيه السحارة، فبتقول لراد يقتل الوحش بسرعة قبل ما حد تاني يكشف السر. وتاني يوم بيشوفهم اتو هم واخدين الوحش لمنصة الاعدام، فبيحاول يمنعهم لكن مدير الحرس بيضربه وبيغمى عليه، وبياخدوا الوحش لمنصة الاعدام وبتبدأ المحكمة. وبيسأل راد لو في دفاع عن الوحش، فبيقول واحد من الناس ان في دفاع وهو اتو. فبيقول له راد ان اتو تعبان ومش جاي المحكمة، وبتثبت التهمة على الوحش. فبيحكم راد عليه بالاعدام، واثناء تنفيذ الاعدام بتتدخل بيل وبترمي عليهم الخلطة اللي عملتها للغسيل قبل كده، وبتطلع دخان كتير في المكان. وفي الوقت ده بتاخد الوحش وبتهرب فورا من المكان، وبتشوفهم الساحرة فبتتعصب جدا وبتدي الوحش بتاعها سكين محطوط عليه مادة سحرية. بمجرد ما بتطعن بيه الفار بيتحول لحجر فورا، وبيروح وحش السحرة على مكان بيل والوحش وبيحاول يهاجم الوحش انه بيتفادى ضربته، فبيطعن الحصان وبيتحول لحجر في ثانيتها. فبيهرب وحش السحرة من المكان، وبنعرف ان وحش السحرة جزء من الوحش الوريث، وده السبب اللي خلى الوريث شكله قبيح كده. وبتشجع بيل الوريث انه يتخلص من السحرة وساعتها ممكن اللعنة تتفك، وبيوافق. فبيعملوا خطة لاقتحام بيت الساحرة، وتاني يوم بيقدروا اخيرا يدخلوا البيت. وبيوصل الوريث لمكان الساحرة، فبتحاول تخدعه وبتقول له انه لو قتلها اللعنة مش هتتفك ابدا، ده على عكس لو سمع كلامها. وفي اثناء كلامهم بتقدر الساحرة بحركة غد انها تضرب الوريث، وبتكون على وشك انها تقتله، لكن بيل بتوصل في الوقت المناسب وبتضربها، وبتدور بينهم معركة وبتكون الساحرة على وشك انها تقتل بيل. ده في الوقت اللي بيفوق فيه الوريث وبيقطع راس الساحرة. وبتسأل بيل الوحش عن اللي قالته الساحرة، فبيقول لها انها قالت انه لو قتلها اللعنة مش هتتفك ابدا. فبتتأثر بيل جدا وبتسأله لو قتلها عشان ينقذها، فبيقول لها انه ما كانش عنده خيار تاني. فبتقول له انه كان ممكن يجبرها تفك اللعنة الاول، فبيقول لها ان لو هي ماتت ما كانش هيبقى عنده سبب تاني يكمل عشانه حتى لو اللعنة اتفكت. فبتتأثر بيل اكتر وبيبان انها بدأت تحبه. وفي حتة تانية بيكون راد قدر يسيطر على وحش الساحرة، وبيقول لهم ان الوحش بقى تحت سيطرته، وبينصب نفسه الحاكم بالعافية لحد ما بيوصل الوريث وبيقول لهم على كل حاجة وان هو الوريث الشرعي للحكم. فبيؤمر راد الحراس انهم يهجموا عليه، لكن محدش من الحراس بيتدخل. بتدور بينهم معركة لحد ما وحش السحارة بيخرج من القفص وبيمسك بيل. فبيهدد راد الوريث وبيقول له انه لو ما تنزلش عن العرش هيقتل بيل. فبيتدخل اتو وبيدي الوريث السهم بعد ما حط عليه من المادة اللي بتحول اي حاجة لحجارة. بيضرب الوريث وحش السحارة فبيتحول لحجر،
وبيحاول راد يطعن الوريث لكنه بيقدر يضربه بسهم تاني، وبيتحول لتمثال في ثانيتها، وبتتفك اللعنة بموت المستنسخ، وبيرجع الوريث لشكله الطبيعي، وبيعيش حياة سعيدة مع بيل، وبينتهي الفيلم. اظن مفيش احسن من كده. يا ريت بقى لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لنا لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.